اهلا بيكم معايا في قناتي كلمتين مش وبس. والنهارده الحلقه موضوعها عن ازاي احب نفسي. أم، عادة لما حد بينصح حد ويقول له حاول تحب نفسك، حاول تهتم بنفسك. الإنسان على طول دايركت أول حاجة بيروحها إن هو يهتم بشكله الخارجي. يهتم مثلا لو ست بتهتم بالميك اب بتاعها، بشعرها، بجسمها. وجسمها عادة إن هي لما تكون مليانة إن هي عايزة تخس. آم، والراجل بيروح الجيم. هو ده حلو، لكن للأسف احنا بنقف عند الستيب دي وما بنطورش من الأداء بتاعنا، وفي نفس الوقت الستيب دي ما بتقعدش علينا بإحساس بالأريحية مع نفسنا. أنا الكلمة دي دايما كنت قاعدة أقول يعني حد يفسر لي يعني إيه أحب نفسي. وبعدين قعدت أفكر شوية وقلت ما هتخيلي إن أنتي بتحبي شخص. الشخص ده هتعامليه ازاي؟ فتخيلتني ان انا الشخص اللي المفروض ان انا احبني، فهعمل ايه؟ اكيد اول حاجة هبقى نفسي ان انا يبقى شكلي حلو في عينيه، فههتم بمظهري. حلو جدا. طيب ايه تاني يا ما هتعملي للشخص ده؟ اكيد هبقى عايزة ااكله اكل صحي. يعني الامهات عادة بتبقى هتموت نفسها ان عيالها ياكلوا، يعني خاصة الاكل المفيد زي ما بيقولوا. ف... فبدأت ان انا اهتم بصحتي. بدأت ان انا اعمل تحاليل معينة، اشوف اخبار نسب المعادن عندي، الكوليسترول، كل الحاجات دي كلها، وابدأ احط نظام غذائي لنفسي. نظام ان انا اتحرك فيه اكتر. لما كنت اقول لناس يعني على السيستم بتاعي ده او نظام الاكل بتاعي ده، كنت دايما احس ان هم يقول لك يا احنا لسه هنقعد نعمل، يا مش عارفه ده مين عنده صبر، ده مين عنده روح ده. حسيت ان شعورهم تجاه نفسهم بالحب الى حد ما للاسف بالنسبه لي انا متدني. يعني صحتي دي اهم حاجه اساسا، دي الف ب ت. طيب دي بالنسبة للاهتمام بالشكل الخارجي والاهتمام بالصحة أساسا بتاعة الجسد. طيب هنيجي على العامل التاني، وهو إزاي أحب نفسي كنفس بقى. فأنا قعدت أقول الناس اللي هي بتقعد تلوم نفسها كتير، الناس اللي هي عندها دايما إحساس بالذنب. حتى لما تيجي تقول لحد كده هو يقول لك طب ما حلو النفس اللوامة. يعني انا الصراحه ضد النفس اللوامه دي جدا، وضد النفس اللي هي طول الوقت قاعده عندها احساس بالذنب. انا بحس ان دي من اكتر الانفس المتدنيه برضو في الدرجات او في المقامات. تخيلوا لو حد طول النهار بيلومني او محسسني بالتقصير، اكيد انا مش هبقى مرحبه بيه قوي يعني في حياتي، او بقى على الاقل متضايقه منه. فتخيلوا ان اللي انا متضايقه منه ده هو انا، لان انا طول الوقت قاعد بلوم او قاعده بلوم في نفسي وقاعده بحسسها بالذنب. طيب انا ما بقولش ان احنا مش هن مش هنبص للحاجات اللي احنا مقصرين فيها، لا، احنا في مواقف بتحصل، المواقف دي انا هبص عليها، هعمل لها دراسة كده. طب هو انا كان المفروض اعمل ايه في السيتويشن ده؟ مثلا كذا، طب انا ليه ما عملتوش؟ عشان كذا. فابدا ان انا ادرس واتامل تصرفاتي، اتاملها بشكل حيادي. ان انا عايزه اصلحها لنفسي، مش علشان اللي قدامي حلو او وحش يعني. فابدا شويه بشويه ان انا يعني اعمل تعديلات على نفسي باريحيه شديده. ويا ريت لما نعمل الخطوه دي ان احنا بنعمل مش تعديل بس، بنغير حاجات او بنلاحظ على نفسنا حاجات، ان احنا ندي لنفسنا الحب والوقت. يعني ما ينفعش مثلا لو الموقف اتكرر مرة تانية ان انا الوم نفسي تاني واقول يا مش انت قلتي ما مش هتعملي تغضبي مثلا في الموقف ده، مش انت قلتي مش لا الموقف ده كان المفروض تعملي بس انت ما عملتيش زي كما ينبغي. يعني
انا بدي لنفسي الوقت والاريحيه في الوقت ان انا اتغير براحتي. يعني الوعي يا جماعه، او ان انا اغير، ده مش زرار بدوس عليه هنا ابقى في النقطه دي، لا، ده بياخد مراحل كتيره، وكله بيختلف من شخص لشخص. في شخص ما شاء الله بيتطور بسرعه، في شخص بيتطور ببطء شويه. احترم السرعه بتاعتي في التطور في الوعي. واسفل كلمه ان انا قلت ان انا بعدل على نفسي، هو انا مش بعدل على نفسي، هو انا بكتشف نفسي الحقيقيه صراحه لما ببدا اتامل في تصرفاتي. طيب، دي حاجه. تاني حاجه ان احنا بنشك في قدراتنا. يعني طول الوقت عندنا شك، خاصه لما بنعمل حاجه جديده، ان احنا نشك ان انا هعمل الحاجه دي وهنجح فيها. وعادة الإيجو أو العقل، التفكير الزائد، بيبقى عايز طول الوقت يدينا إحساس إن احنا هنفشل في الحاجة دي. ف وبشك في قدراتي. فلو حاجة جديدة أنا بعملها، ما هو طبيعي نسب النجاح هتبقى مساوية لنسب الفشل. يعني أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أفشلش، بس هو النسب متساوية في القصة دي لأنها حاجة جديدة. وبعدين انا هتعلم ازاي لو ما جربتش وعملت التجارب بتاعتي؟ واحيانا وانا بعمل التجارب بتاعتي دي هفشل، وهتعلم برضو من الفشل، مش هلوم نفسي. انت كان المفروض تعملي كذا، ما هو لو المفروض ما كنت عملتها اساسا. لو انا يعني انا لسه بتعلم الحاجة. يعني بشويش على نفسنا واحنا بنجرب حاجة جديدة. حتى نجرب كده، عارف، في حاجات يعني صغيرة. يعني كانت دايما ماما لما تجرب مثلا حاجة حلويات او كده، كان دايما تجرب في مقادير قليلة. فكذلك مثلا لو احنا بنعمل مشروع، لو احنا حتى في العلاقات الإنسانية، يعني بلاش الواحد ينزل بتقله قوي وبعواطفه قوي، يعني للي قدامه، يبقى يعني بايع نفسه قوي كده هو للي قدامه. لان انا لسه بشوف، يعني لسه بشوف. طبعا الحرمان له عامل ان احنا بنرمي نفسنا قوي في التجربة، الحرمان العاطفي. واحيانا الحرمان ان احنا عايزين ننجح، يعني عايزين ننجح باي شكل من الاشكال. فللاسف ما بنحطش في دماغنا ان في كمان، يعني زي ما احنا عايزين النجاح، هو في نسب ان احنا ممكن نفشل. واحيانا بيبقى خوفنا من الفشل بيقودنا ان احنا ما نعملش تجربة. وده بيقودنا لحبنا مش بس لنفسنا، للأرواح بتاعتنا. الأرواح بتاعتنا دايما عايزة تتوسع. فعشان أنا أتوسع لازم إن أنا يعني أجرب، وأجرب بأريحية، وأجرب بدون ما أبقى ملزمة نفسي بالنجاح. فتخيلوا لو إحنا خايفين دايما من الفشل، يعني مش هنجرب. يعني إحنا قاعدين في نفس المكان اللي إحنا قاعدين فيه يعني احنا عندنا ملل، عندنا زهق، ونبقى طول الوقت متطلعين للي قدامنا ان هو يغير من حالتنا النفسية. طول الوقت متطلعين ان حد غيرنا يملى حياتنا بقى بإثارة وبمغامرة. لان انا نفسي مش قادرة اقوم بمغامرة. ليه؟ لان انا خايفة افشل. فتخيلوا، احب نفسي ان انا اتصل بالطبيعة. يعني الأرواح بتاعتنا محتاجة إن هي يعني ترجع تاني لطبيعتها. فهرجع لطبيعتي إن أنا يعني عايزة مكان واسع، عايزة أتمشى كتير. هيقولوا لي ما المدينة وزحمة وكل الحاجات دي كلها، وعشان نطلع مثلا مصايف أو مشتى مثلا، ده محتاج يعني مبالغ ضخمة. صراحة أنا كنت مثلا وأنا راكبة العربية كنت ألاقي جنينة كده فكنت أقف عندها خاصة في الصيف، وكنت أخلع الصندل اللي أنا لابساه، وكنت أتمشى في الجنينة دي حافية لمدة مثلا 10 دقايق ربع ساعة، إن أنا رجلي تتصل بالطبيعة، وإن أنا أملي عينيا من الخضرة في الجنينة اللي هي على الطريق اوريدي. فإحنا ممكن نتحجج إن إحنا مش لاقيين، وتش ان ده حقيقة، وممكن ان احنا نجد حلول ولو بسيطة جدا لغاية ما ربنا يعدلها علينا، وان احنا نلاقي المساحات الخضراء او نلاقي البراح اللي روحنا
نفسها تروحه أو متطوقة ليه. بلاقي كمان من ضمن الحاجات اللي احنا يعني ظالمين فيها انفسنا ومش بنحبها، لما بيكون طموحنا عالي قوي وعايزينه بسرعة. انا مش ضد الطموح، بس انا ضد ان احنا دايما يعني عندنا وقت، يعني عايزين الحاجة بسرعة. فالسرعة دي ضد الإنسانية وضد النفس وضد الروح. دايما كنت احس ان الوقت دوا ان انت تدي لنفسك وقت ان انت تكتشف حاجة، او ان انت تجرب حاجة، او ان انت تحقق حلم ليك، بس تديها الوقت. فالوقت ده من اكتر الحاجات الثمينة جدا اللي بتدل على الحب. يعني لما تيجي تدي مثلا لحد وقت، اذا كان في مكالمة تليفون، عيالك تديهم وقت، ده حاجة ثمينة جدا. لكن للأسف احنا معظمنا بنجري ورا المادة، ومثلا ادي لعيالي او لطفلي فلوس، او اجيب له لعبة، او اجيب له كل الحاجات دي كلها. ده انا كده هو بحبه كده يعني، لا يعني هو تعبير عن الحب، بس هو تعبير متدني عن الحب، لان انا الحب عندي ان انا اديله وقت. اديله وقت، فاولى كمان ان انا ادي لنفسي كمان وقت ان انا اقعد مع نفسي، يعني اقعد مع حالي كده هو استرخي. ابدا ان انا الافكار اللي في دماغي ابدا ان هي يعني تريليس كل الضغوطات اللي عندي. ابدا ان انا بشويش اخطط انا عايزه اعمل ايه. كتير مننا عندنا يعني عجلة في أمورنا وسرعة، وخاصة الستات اللي بتشتغل وعندها أولاد وبيت وزوج، فما بتلاقيش وقت لنفسها. دي حقيقة، لكن اللي أنا عايزة أقوله إن يعني حاولوا يا جماعة ما تضحوش قوي بنفسكم. التضحية الزيادة عن اللزوم دي، أول حاجة هتلاقي إن الناس اللي انت بتضحي من أجلهم، سواء جوزك أو أولادك أو أهلك، بيطالبوا بالمزيد. يعني هما مش شبعانين من اللي انت بتديه، واللي انت بتديه ده مش عاجبهم. تاني حاجة، أنا بحس إن التوازن حلو، إن احنا الإنسان يتوازن. وفي نفس الوقت انا كنت من الناس اللي هي لما بتدي بالعبيط، يعني بالهبل. فلقيت ان ده يعني مش باصت اللي قدامي، يعني دايما اللي قدامي كان بيشتكي. ناس كتيرة، يعني عارف ناس كتيرة، أنا مش عايزة أذكر ناس، بس أقرب الناس ليا يعني كانوا بيشتكوا إن أنا مقصرة، يعني المفروض إن أنا أبذل أكتر من كده. وأنا كنت فعلا بدي كل حاجة عندي من وقت وجهد وكله كله. فاكتشفت مرة كده هو في يعني زي خناقة كده هو مع إنسانة أنا بحبها. اكتشفت إن أنا كأني مستخسرة. يعني ساعتها رحت قلت طب العطاء اللي انا بديه للانسانه دي، انا يعني لو في الخناقه دي مثلا انا مش هديهولها. فحسيت بعبء العطاء، كأن العطاء دوا انا مستخسراه ان انا اديه لنفسي، فقاعده عماله ادور على حد خارجي علشان اديهوله. يعني انتوا متخيلين الناس اللي بتضحي زياده عن اللزوم هي ناس مستخسره في نفسها ان هي تديها، ودايما بتدور على حد بره تديه، ومنتظره من حد اللي بره ان هو يديها. يعني عمليه معقده جدا الصراحه وحاجات نفسيه اساسا صعبه. خلاصه القول، انا لو ما حبيتش نفسي، لو ما حبيتش مش بس نفسي الحلوه، لا احب كمان نفسي اللي مش حلوه، مش هلاقي حد يحبني. لو ما شكرتش نفسي، يعني انا كل يوم لما يعني باكل او بشرب حاجه انا اللي عاملاها بايديا، انا بشكرني. الله يا مها شكرا للفطار، الله يا مها شكرا للغدا كان تحفه، الله يا مها حلوه قوي النسكافيه ده مظبوط، حلوه قوي. انا اللي بشكر نفسي. ما في حد قدمت له اكل من الناس اللي حواليا او شرب الا ما شكرني.
مش عشان اكلي حلو او شربي حلو، لا، لان انا بشكر نفسي اساسا يعني. الاخر ده ما هو الا انعكاس لينا احنا، علاقتنا بانفسنا شكلها ايه. آم، لو لو انا ما حبيتش عيوبي، هلاقي دايما الطرف اللي قدامي دايما بيذكر عيوبي. يعني لو انا بلوم نفسي هلاقي اللي قدامي بيلومني. لو انا عندي احساس بالذنب هلاقي دايما اللي يعمل لي ابتزاز لعواطفي، لانه دايما هيحسسني ان انا مقصره. فانا بحبني، بتاملني، بكتشفني، عندي الوقت والاريحيه ان انا اكتشفني براحتي. بكرر اخطائي لان مش لسه الوقت المناسب ان انا اكتشف معها الحقيقيه. بديني الوقت. وده انعكس ان اللي قدامي كمان بدأ ان هو يحبني، بدأ ان هو يحب عيوبي، وانا كمان بدأت احب الناس توتالة كده، يعني على بعضها كده. هو وده المعنى الحقيقي اللي انا لقيته لحب الذات، ازاي احب نفسي. اكيد في يعني حاجات كتيرة لحب الذات، بس ده اللي استحضرته في الحلقة دي. ارجو ان الحلقة تعجبكم، ارجو ان انتوا تحبوني وتعملوا اشتراكات في القناة وارجو ان انتوا تكتبوا ارائكم عن الحلقة، ولو كان في حاجة استفدتوا منها. انا بتمنى لكم يوم جميل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. كل الحب لارواحكم ولانفسكم الجميلة. باي باي.